ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. النهارده معاكم في الحاجه بتعه في المطبخ، هنعمل معاكم جبس الرمان. وايه بقى؟ من البيت، مش هنشتري تاني بقى. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتعه. معانا كيلو من الرمان مفصصينه بالشكل ده كده اهو. هنحطه بقى في الخلاط ونضربه. ضربناه في الخلاط وبنصفيه بالشكل ده كده، بنجيب مصفى ضيقه اهو. صفيناه بالشكل ده كده، هنسيبه بقى يغلى تمام. هنشيل الريم الابيض كده، الريم ده كده هنشيله. شلنا، بصوا شلنا كمية كبيرة وبنشيل لسه تاني. هنحط نص كوباية سكر. هنحط بعد كده ربع كوباية من الليمون. هنسيبه بقى على النار لحد ما يغلي خالص، واول ما يبتدي القوام يتقل معانا هنوطي النار عشان القوام يتكثف معانا. تمام. بص الرمان بتاعنا هما خلص بالشكل ده كده، شايفين؟ بصوا القوام بتاعه تقيل ازاي، بصوا، ولسه هيتقل اكتر. هنحطه بقى في البطرمان بتاعنا. بصوا عمل معانا بطرمان ونص. شويه للحمه المشويه، بينفع كتير في خلطات الاكل معانا. شوف احنا بنشتري ازازه دلوقتي ب 30 جنيه او 35 جنيه، لا احنا عملناهم هنا ما كلفوناش بس غير نص كوبايه سكر وربع كوبايه عصير ليمون وكيلو الرمان. شوفوا كيلو الرمان اصلا كيلو ونص ب10 دلوقتي، يعني ما كلفوناش كتير. ما ننساش بقى لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتعه.